كابتن حسام حسن طلع يبرر مستوى منتخب مصر القليل قوي، بان غصب عنه في ارهاق من السوبر ومن لعيبه مرهقه، وانه بيلعب باتنين محترفين وربع. هو يقصد بالكلام دون مصطفى محمد. مشكله كابتن حسام حسن ان هو ما بيحبش حد ينتقده، اللي بينتقده عدوه، اللي بيهيص له ويسقف له ده حبيبه، ده هو ده فعلا المخلص للوطن والمخلص لمنتخب مصر والمشجع الحقيقي. وان السوشيال ميديا هي اللي بتجرجر الناس للموضوع ده. دلوقتي السوشيال ميديا بقت وحشه. السوشيال ميديا والناس هي اللي طالبت بيك اصلا من الاول، ما كانوش هيجيبوك، هم اللي كانوا بيطالبوا باسمك. دلوقتي بقى وحشين. مفيش حد فينا عزام يعني خاين للوطن يعني عشان خاطر يضرب فيك عشان تمشي. تقول لنا انا صعدت بمنتخب مصر لكاس العالم وبطوله افريقيا بدون اي هزيمه. هو انت ما كنتش عايز تصعد؟ ده انت كنت في مجموعه لو جبنا فيها اللي بيصوت على الخط ويقول يا لهوي يا لهوي لطنطا ده كان صعد بيهم. ما كنتش عايز تصعد؟ كابتن حسن شحاته ما كانش معاه الا محترفين اتنين، اذا اعتبرت ان احمد محمدي كان صاحب انجازاته في انديه كبيره يعني. محمد زيدان واحمد محمدي كانوا بيروحوا يلعبوا كوم الزرايط وفي كاس مصر ويلعبوا مش عارف شكاير ايه ويروحوا يكسبوا ايطاليا عادي. ولعبوا اعظم ماتش لعبوا منتخب مصر قدام البرازيل عادي. 3 بطولات افريقيا ورا بعض عادي. امال لو كان في مجموعتك كوت ديفوار ولا الجزائر ولا المغرب ولا تونس كنت عملت فينا ايه؟ كنت رجمتنا زي الشيطان. الناس كلها يا باشا، مفيش حد فوق الانتقاد، ينتقدك عادي وتتقبل عادي. ايه المشكله يعني؟ ليه بتاخد اللي بينتقدك على انه عدوك؟ وهو مصطفى محمد اللي انت بتنتقده وتقول ربع محترف ربع محترف. الراجل لو كنت قدرت تتعامل معاه نفسيا وتوقفه على رجليه وترجعه لمستواه كان هياكل اي حد، محدش هيملى عينه. ليه تعمل فيه كده؟ سيبك بقى ولا اهلاوي ولا زملكاوي، احنا دلوقتي في المنتخب، ليه تعمل فيه كده؟